وتقدري تدخليها على فكره الفرن، صح؟ بس دي فيها منها احجام 3. طعم التوزيع ده. بصوا طقم التوزيع ده بيجي معاكي في الكرتونه القمر الشيك ده. بصوا يا جماعه، اللهم بارك اهي، خامه صحيه سيليكون صحي. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، طقم تحفه، شياله خطير. بتستلميه في العلبه الشيك دي، يعني كمان ينفع هديه كده لست الكل ولا لحماتك تضحكي عليها بيها، تبقى زي الفل. بصوا بقى، بصوا دي يا جماعه بديل الاير فراير، بجد تحفه. الناس كلها كانت مستهونه بيها، طلعت خطيره. الناس اللي بتحب تاكل حاجه من غير زيت بتتبليها عادي جدا وتحطيها. فكرتها ان هي بتوصل الهواء من فوق ومن تحت، فالحاجه بتطلع مستويه حلو. هتاخد وقت طويل، مش معترضين، بس ده طبيعه نتيجه التسويه في الفرن او ممكن في الميكرويف. الفكره ان هي في الاخر تطلع لك الحاجه هيلثي كانك عاملاها في الاير فراير، وفي نفس الوقت حلو. ولو حطيتيها كمان في الميكرويف هتبقى اسرع والحاجه تطلع لك جوسي. ولو خايفه الحاجه تطلع ناشفه، بتحطي كوبايه حاجه فيها ميه في الفرن، هتحافظ على ان الحاجه تبقى جوسي وما تنشفش. تمام. وينفع تستخدميها مصفى تطلعي تصفي فيها. والصينيه دي بتعملي فيها مخبوزات، بيتزا، تعملي فيها كيكات، تعملي فيها بسبوسه حلوه جدا. وعلى فكره كمان ينفع تعملي فيها كحك بقى والقريبه دي. بس تعالي يا امي كده انت راجعه كده. طيب تمام. دي المبشره الترند. بصوا دي المبشره الترند. بصوا المقاسين اهو عشان تعرفوا الناس اللي بتسال فرق السعر. فرق السعر برده في الخام. الثانيه ورق يا جماعه، الرخيصه ورق، اقسم بالله بدوس عليها كده بتتنى في ايديا. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. وسيليكون من تحت عشان تبقى، ودي عشان تثبتها ما تقعدش تجري منك ولا تتزحلق. ما شاء الله حلوه جدا. كنت على بوبو ولعها اليو اس بي. مين اللي جربها مني؟ ما شاء الله اللهم بارك، عملت مبيعات بالهبل. عايزه اقول لك تحفه. الولاعه دي هتعيش معاكي العمر كله، اللهم بارك. بتشحنيها كل فين وفين، بتولع معاكي الفرن، بتولع معاكي الشوايه، بتولع معاكي البوتاجاز، بتولع الشمعه، بتولع اي حاجه، يعني كانك شغاله بكبريت. تمام. بصوا الوانها اهي. هو ده بقى الايه؟ ده بديل المسمار للبراويز، الحاجات الكبيره اللي زي كده. الحاجات الضخمه. ده بديل المسمار، بس ده 3 قطع عشان يبقى قوي. فالحاجه لو هتعلقي عليه حاجه ما تبقيش